سبب من أسباب غلاء الأسعار الاحتكار، والاحتكار يغيثمغين هفلس النبي عليه الصلاة والسلام. وند النبي عليه الصلاة والسلام المحتكر خاطئ. لشو الاحتكار؟ الاحتكار أنه غديكر التاجر مرضية في السلعة إلا نتحوج العباد، يعني ذي الحاجة إلا يستهلكها الناس يوميا، وتكرت الشيء غتستوكي توت وتفرطت تختزنها باش كي غتخمط لا كريز باش كتصفوق تزوح وذي عليه البرينس، وذي عليه البرينس تضر تيثماش إما غبان، تضرت المجتمع بأكمله. الاحتكار غيثمان هفلس النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. إلى قد نبينا يثم كذلك دور السلطات، دور المسؤولين، أنه سعانا كنشتغل المسؤولية، وهو أنه إلى قد السلطان الرقابة فويكي إلا نتستوكينا كي السلعة ثيين ها تضرنا يثبات سن يسلطون عليهم الرقابة وإذا الدور صن ويتحملون مسؤوليتهم. ولكن كذلك يوفرون حاجيات الناس للشعب. الحمد لله ثمرتنا الخير. ولكن في يقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك العلاج، وهو أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شكى إليه الناس غلاء اللحم، ننسك مثلا غلاي، فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرخصوه أنتم. سرخصم شنو؟ فقالوا كيف نرخصه وليس بأيدينا؟ أمشرة سرخصين كني وما شكفوا سنغي لا. فقال لهم أرخصوه بتركه واتركوه له. أرخصوه أنتم يستغمر الجمسين هنير تخرسني السد تخرسني تواغ تخرى ذي قيم قسطوك نسني تواغ وض خسروا. أرخصوه أنتم بمعنى العبدين لن ذاكو ميرسو ذا مقران وضي سطوكي أي سلعة وغاد سعون الشعب الثقافية إلا للأسف الشديد وتنسعارا الثقافية، لأنه يتتسلم مسكين نقرض الزوالي السردين غلاي وسي زميرانا وزوالي يتغيثو مركانتي سي نورمال هذا يخدم وين غير بولحوث هذا يخدم. ولكن لو كان مركانتي غاديك واحد وزوالي غتفنا فوز كفوس ورتاغنا راه والله ما ينزص 100 فرنك والله ما وفلنا راه ثياغ. أرخصوه أنتم سرخص مثينوين، لأنه ما راسي قيم قسطوك هذه على مسألة حق الوقت أندر هذه سفسد والله دي سوفق وهذه تحوف بدر عمنا راه ثياغ. ولكن كنا الثقافة وتنسعى. ومع ذلك ندعو ديث مثلنا إلا قلقان معاوان. شهر رمضان شهر الرحمة، شهر التضامن، وللحمد لله يثما مازال لنا المحسنين، الحمد لله يثما مازال لنا ويكيك الصلحون. ومع ذلك ما راد الحق رمضان نسحسوا يثما يتسيريد الخير، سنين الجمعيات الخيرية خدمان، سنين الموائد رمضان الحمد لله، سنين الدوايش اللي تعاوني ما قبل نخدم القفة رمضان الحمد لله يتسريد الخير. أما لو كان ماشي دويا شيء، لو كان لا خير في أمة ورث خدمة راه الخير عيثما. إذا نسأل الله عيثما السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان.